عارفين ازاي اول مره نجرب المكان ده لو انه موجود في قلب الغردقه، وده من الاماكن اللي في الغردقه اللي عندها منيو جديده ومختلفه. تعالى اقول لكم على المكان اللي هو كان اكتشاف بالنسبه لي، عشان دي اول مره اروح هناك، ودي مش هتكون اخر مره عشان اكتشفت عندهم اكلات كتيره بتتقدم بطريقه جديده. والمكان ده لينجويني، وهو موجود في شيراتون امام فندق مينا مار. بس استنوا، ده مش بيفكركم بحاجه؟ طبعا، ومين فينا ما اتفرجش على فيلم روتاتويل او الفار الطباخ؟ وده هتحسوا بيه اول لما تخشوا المكان، وده عشان عاملين ديكورات ورسومات من الشخصيات الموجوده في الفيلم، واللي بجد فكرتني بذكريات حلوه. وهنا فعلا كان لازم اقول فاجئني يا شيف، وفعلا فاجئني بالاكلات عندهم لاول مره اجربها في الغردقه. واول حاجه الشيف فاجئني بيها من الابيتايزر كانت ماك تشيز دونات، ودي عباره عن مكرونه ماك تشيز وبتكون كريسبي، ويقدموا معاها هاني ماسترد وساور كريم. اما بقى من المين ديشز جربنا كريبيان تشيكن شريمب، وده عباره عن صدور فراخ جريل مع صوص رز واللي بيكون فيها بيبي شريمب. وهناك اي من ديش بينزل معاها تو سايد من اختيارنا. وجربنا كمان التشيكن كريسبي الوت، وده عباره عن صدور فراخ كريسبي عليها موتزاريلا سايحه مع المشروم. المكان هناك كبير وفي قعدات اوت دور مش اندور بس، وده عشان اللمه وخروجات الصحاب. وطبعا ما تنسوش وانتوا بتتصوروا هناك مع الديكورات التحفه بتاعه المكان. وانتوا هناك ما تنسوش تجربوا مشروبات الشتاء اللي بتدفي زي لوت شوكليت، وهم هناك بيقدموا معاها مارشميلو. وكمان جربنا السحلب اللي بالمكسرات. وفي النهايه ما تنسوش تكتبوا لنا الكومنتات ايه اكتر الاطباق المميزه بالنسبه لكم هنا في لينجويني، واستنونا في مكان جديد.